السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا 4 مراحل بيضيع بعدها الإنسان، كما وضحها في آية واحدة في سورة الحديد، حيث قال الله تعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. آية في منتهى القوة صراحة، يعني ركز معايا كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: فتنتم أنفسكم. فتنتم أنفسكم يعني أنت اللي فتنت نفسك بنفسك. أنت اللي فتنت نفسك بنفسك، محدش جرك. أحيانا إحنا اللي بنفتح أبواب الفتنة على نفسنا من غير ما نحس، نفتحها بإيدينا. اللي إحنا نبدأ مثلا عادة غلط ونقول مرة بس، وتلاقيها بقت عادة مسيطرة عليك مش عارف تتخلص منها. وتربصتم يعني فضلت قاعد في الغلط ومستني حاجة جديدة تحصل. لا بالعكس، مفيش حاجة جديدة هتحصل. طول ما انت ما اتحركتش مفيش حاجة جديدة هتحصل. زي علاقة مثلا غلط، عادة سيئة، تمام، وتقول بس هجرب اشوف الدنيا هتوديني لفين. لا طبعا، بالعكس، ده هيدمرك. وارتبتم. وارتبتم قوية جدا 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 الكلمة دي. وارتبتم يعني دخل الشك قلبك، شك في وعد ربنا سبحانه وتعالى ليك، شك في الحساب، حتى في التوبة ذات نفسها بقى عندك فيها شك. تقول مثلا أنا مش متأكد ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي ولا لأ، فتكسل تنتكس. وغرتكم الأماني. غرتكم الأماني، الوهم خلاص بقى مسيطر عليك. تقول هتوب بكرة إن شاء الله هصلي، وبعدين تفضل مأجل كل فعل كلها وعود كذابة للنفس. كل يوم بكرة، وما بيجيش بكرة بالنسبة لك حتى جاء أمر الله. حتى جاء أمر الله يعني لحد ما جاء الموت فجأة، ساعتها كل التأجيل والأماني ملهاش أي قيمة نهائيا. الموت بيجي من غير ميعاد والفرصة بتنتهي. أنا عايزك تقف عند الآية دي وتسأل نفسك: هل أنا من اللي غرتهم الأماني، ولا من اللي رجعوا لربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم؟ اللهم اجعلنا من التائبين قبل فوات الأوان، واهد قلوبنا يا رحيم يا ودود. شكرا.